السلام عليكم حبوباتي، عشاق قصص وعبر مع نور. جيت اليوم وجبت لكم قصة جديدة. العبرة اللي خديتها من هاد القصة ونبغيكم تاخدوها هي نكونوا مظلومين وما نكونوش ظالمين، لأن ربي ما كينساش دعوة المظلوم. الاسم ديالي فاطمة والعمر الحالي 42 سنة. قصتي غتبدا مني غيجي يخطبني واحد ولد الناس، ما كنعرفو ما كيعرفني، جابوه غير العائلة. درت صلاة استخارة وربي يسر في هاد الزواج. تفاهمت انا وياه واخا ما كنتش كنعرفو قبل، ما كنت لا مصاحبه معاه لا كنهضر معاه في تليفون لا حتى شي حاجه، لكن سبحان الله بغيته من اول نظره والاخلاق ديالو عجباتني، انسان متقي الله. ربي يسر في هاد الزواج. تفاهمت انا وياه ودوزنا عام من الزواج، من بعد ربي رزقني بواحد البنيته. من بعد الولاده عدوسي قررت انها تجي من العروبيه باش تقابلني. جات فعلا من العروبيه وبركات معايا لمده ديال شهر. موراها مشات في حالها للعروبيه. ما كانت كتهضر معايا، ما كانت كتبين ليا بانها يعني راها كتحفر ليا مورا ظهري، ما حتى شي حاجه. كنت معاملها بحال الام ديالي، كنحترمها وكنقدرها وصافي حتى مشات في حالها. مورا مني مشات عدوسي المشاكل بدات بيني وبين راجلي، ولينا على ابسط الامور كنضاربو. ما بقيتش كنتفاهم انا وياه، ما بقيتش كنبغيه يقرب مني، ما حتى شي حاجه. ولينا المشاكل يوميا يوميا المضاربه، وما كناش يعني قبل على هذا الحال. كنا بالعكس الحب والموده والرحمه بيناتنا، وهو انسان واحد الانسان اللي متقي الله، يعني كنت كنبغيه وكنت كنعشقه من القلب ديالي. لكن سبحان الله هذاك الشيء فوق طاقتي وفوق طاقته. هو شد معاه الحال تقريبا واحد 15 يوم ورجع للطبيعه ديالو. يعني هذاك الشيء اللي دار ليه بحكم انه كان رجل متدين، وكان صلاة الفجر ما كتفوتوش والذكر ما كيفوتوش. هذاك السحر اللي دار ليه ما شدش فيه، لكن شد فيا انا اكثر. وليت كنطيح، ولا شعري كيطيح ليا، وليت كنمرض، كنفيق في الصباح مدقدقه، كيجوني احلام خايبين. يعني تمحنت من هذاك السحر اللي دار ليا اول مره. وقف معايا في الاول، داني قرا عليا القران. الحمد لله وليت كنشعل سوره البقره في الدار، وليت كندير الذكر. رجعت الامور لمجاريها. من بعد مده ديال عامين رزقني الله بوليد واحد اخر. صدقت عندي بنيته ووليد فرحانه بيهم، وكنكبر في العائله ديالي. عدوسي عاود جات عندي في النفاس، ولكن تما فين غتكون الضربه القاضيه، تما فين غيكون الفراق بيني وبين راجلي. جربات المرة الأولى في ولادتي بنتي، خلقات المشاكل، لكن في الولادة الثانية كانت الضربة صعيبة بالنسبة لي. جات من العروبية وأنا باقا ما خرجتش من السبيطار، بحكم أن الولادة دازت صعيبة. الولادة الأولى ديال بنتي ولدتها ولادة عادية بلا غراز بلا حتى شي حاجة. الولادة الثانية ديال ولدي الولد كان وازن في الوزن، فيعني ما قدرش يخرج ففتحوا ليا. يعني توجعت ومع ذلك فتحوا ليا، وتمحنت بزاف هذيك الولاده. خرجت من السبيطار وداوني للدار. ما كنتش كنقدر نتمشى بزاف بحكم الفتحه، وكان لازم عليا نتمشى باش تبرى ليا، لكن كنت مريضه بزاف. جاتني ايموغاجي شحال من مره، يعني دوزت العذاب في هذيك الولاده الثانيه. لكن الحمد لله على كل حال. عدوسي لقاتها فرصه وخدات لي دم النفاس، وهو باش سحرات لي مع راجلي. بركات معايا شهرين حتى بريت وصحيت ووليت كنوقف. موراها مشات العروبيه. غير هي مشات العروبيه مورا اسبوع فين طبق هذاك السحر وفين طبق هذاك الشيء، ولاو الصداع والمشاكل في الدار بشكل رهيب. ما بقيتش كنحمل راجلي، سميتو ما بقيتش كنحملها. مني كنسمع السوارت كيحل في الباب كنبغي نمشي ندير عليه قفل وما يدخلش عندي للدار. هو كذلك ولا من بعد، يعني هادشي من بعد فاش عاود ليا وكيقول لي كنشوف وجهك حل. ما بقيتش قادر حتى نشوفك، وليتي كتباني ليا واحد الخيوبه ما كايناش. وانا كذلك ما بقيتش كنحمله وما بقيتش باغا نشوف فيه الشعره. ناض هو هز حويجو وخرج مشى عند صحابو. 3 شهور هو غابر عليا. مورا هذيك 3 شهور رجع لدارو، لكن المشاكل بقات. ديما انا وياه مضاربين، انا ما حامله هو ما حاملني، ما كيقرب ليا ما كنقرب ليه. واحد المرة قاعد زايدنا في الهضرة وضربني. صافي من تما قررت أن العيشة حرارت معاه،
وقلت صافي هذا ما بقى معاه رجوع. ديت حويجي وهزيت وليداتي ورجعت لدارنا. من تما ما بقيت كنعرفو وما بقى كيعرفني. داز 3 شهور جاتني البريه ديال الطلاق. طالقنا، ما طلبت منه يعطيني لا ريال لا جوج، ما كيعيط يسول على ولادو، ما كنعيط ليه ما حتى شي حاجه. صافي هو طج وانا طجيت. مورا ما دازت 10 سنوات على الحادثه غادي يتفضح الامر وكل واحد غادي يعرف الحقيقه. واحد النهار جات عندي واحد المراه كتدق في الدار، طلع عليها ولدي، قالت لي يا وليدي سير كلم لي فاطمه. جا عندي ماما شوفي واحد السيده كتعيط عليك. هبطت عندها، قالت لي يا فاطمه. قلت لها سمحي لي يا خالتي انا ما عرفتكش. قالت لي شوفي الا بغيتي ديري هاد الاجر اجي معايا. قلت ليها ولكن سمحي لي يا خالتي انا ما كنعرفكش باش نمشي معاك لشي بلاصه، قولي لي شنو هو هاد الاجر ونتوكلوا على الله ونمشيو. قالت لي شوفي يا بنيتي ما عندي ما نخبي عليك، انا من طرف عائله راجلك اللي طلقتي معاه هادي 10 سنين. راه عدوستك محناها سكرات الموت، راه ملك الموت واقف لها عند راسها وروحها ما باغاش تخرج، كتغوت غير بسميتك. جيبوا لي فاطمه جيبوا لي فاطمه نتسامح معاها. الا بغيتي ديري هاد الاجر يلا معايا بنيتي شوفي عدوستك. الاول ما بغيتش نمشي معاها، لكن مني قالت لي عدوستك راها كتمحن بسكرات الموت لبست جلابيتي ومشيت معاها للعروبيه. دخلت عند عدوستي للبيت، لقيتهم مقبلينها وهازه راسها للسقف ومخلوعه بحال اللي شايفه شي حاجه ما هياش. غير شافتني وطاحوا 2 دموع من العين. سامحيني يا فاطمه سامحيني يا فاطمه. شديت ليها في يدها يلا غنقول لها انا مسامحاك، وهي تقول لي انا اللي فرقتك، انا اللي شتت شملك على ولدي، انا اللي ما بغيتكش عروسه لولدي، انا اللي خليتك تفرقي بجوج وليدات، انا اللي خليته ما يشوف فيك وانتي ما تشوفيش فيه. سامحيني يا فاطمه سامحيني وخلي روحي تطلع نقيه عند الله. غير سمعت هذاك الكلام و2 دموع يطيحوا من العين. ما قدرتش نسكت، ما قدرتش نسكت من البكا، وانا كنبكي وانا كنبكي لانني ما درت لا بيديا لا برجليا. هي بقات كتبكي وكاع الناس اللي في هذاك البيت بداو كيبكيو. راجلي ما قدرش يتحكم في راسو وخرج. موراها مني شفتها في هذيك الحاله واخا ما تبغيش تسامحي ليها غتسامحي ليها، لان الحاله ديالها كانت كتار من الحاله ديالي. فقلت لها انا مسامحاك خالتي انا مسامحاك. من بعد دم الامانه امانته ومشات عدوسي عند الله. صافي عزيتهم وبغيت نمشي في حالي نرجع عند وليداتي، وعائله راجلي شدوني قالوا لي والله تتبقي معانا. بقيت معاهم 3 ايام صافي ورجعت في حالي. طريق كامله وانا راكبه في الكار وكنبكي، كنقول انا شنو درت ليها، اشنو درت ليها وشنو ذنبي. كتجي كنعامل احسن معامله. مني كتبغي ترجع للعروبيه ما كنخلي ما ندي معاها وما كنخلي ما نصيفط معاها. كنشري ليها البيجامات جداد ونفصل ليها الجلالب وما نخلي ما ندير ليها ونعطيها الفلوس، وداكشي اللي ما كنديروش على والديا كنديرو على عدوسي. علاش شنو درت ليها؟ علاش لي ما بغاتنيش لولدها؟ وبقيت كنبكي وكنتحسر على 10 سنين اللي ضاعت من حياتي. 10 سنين وانا مفرقه على راجلي بسبب السحر. صافي وصلت لدارنا عاودت ليهم شنو كاين، حتى هما تحسروا وتألموا بحال كيف تألمت. صافي جمعت وليداتي وبقيت عايشه مع وليداتي. داز تقريبا واحد الشهر، دق الباب، وليداتي كانوا في المدرسه. هبطت نحل الباب، كنلقى راجلي هاز واحد البوكي ديال الورد كبير وموراه بزاف ديال الناس، تقريبا واحد 20 واحد جايبو معاه من العائله ديالو، لان كلشي سمع بالقصه وكلشي عرف اللي كاين. وجايبين معاهم واحد البقره يعني ضروبه باش يذبحوها زعما باش يطلبوا السماح. فعلا داكشي اللي كان. طلبوا من الوالد ديالي المسامحه وقالوا لي حنا طالبين وراغبين في يد بنتكم فاطمه، وحنا بغيناها ترجع لدارها وترجع لراجلها، والمراه ماتت الله يرحمها وراها تسامحت مع بنتكم، فنطلبوا ليها المغفره من عند الله. واخا راها ماتت ودات معها ذنبها، نطلبوا ليها المغفره من عند الله. داكشي اللي كان. الاب ديالي قبل وحتى انا قبلت، ورجعت انا والزوج ديالي بعد 10 سنين ديال الفراق، 10 سنين ديال المعاناة، 10 سنين الوليدات ما شافوش باهم. رجعوا تعرفوا على الاب ديالهم
وكملوا حياتهم معاه. كيف ما كتشوفوا البنات، كانت هذه هي القصة ديالنا. ونصيحتي لأي بنت مظلومة من طرف زوجها ولا من طرف الأهل ديالو، قولي هاد الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. غتشوفي المعجزة من هذا الدعاء، وغتشوفي كيفاش ربي غادي ييسر لك الأمور، وكيفاش ربي غادي يحيد جميع العقبات اللي غادي يكونوا قدامك. فإلا عجبتكم القصة ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك باش تكبر العائلة ديالنا. كانت معكم نور، راوية قصص من قناة قصص وعبر مع نور. سلام عليكم.